هذه الملكة شوفوها أكبر حجم من الناحية الثانية. هذه العاملات صح؟ اي نعم، هذه العاملات كل ذول يعملون عند الملكة هذه. كلهم تحت إمرة هذه الملكة. كيف تأمرهم؟ تأمرهم بكل صغير وكبير، في تنظيم الخلية، في وضع البيض، في جنين الرحيق، في ترتيب العسل. يعني الآن تسمع قبل شوي الدخان اللي قبل شوي، اسمع الآن شغلة الصيد. هذه طال عمرك حضنة الملكة اللي هي البيض تبيض هنا. شوف 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 الآن هذه، شوف سبحان الله العظيم، شوف وافقت انك موجود. شوف الآن هذه بتطلع نحلة الآن. شوفت عينك، شوف سبحان الله العظيم. يعني هذه كانت بيضة ثم طلعت. كانت بيضة، شوف الآن، شوف جديدة الآن توها طالعة. شوف سبحان الله يا الله، شوف يا ربي يا سلام. شوف يا الله، كائن عجيب يا عبد الرحمن. طلعت هذا اللي التكاثر. شوف الآن، طلعت شوف الآن توها ضعيفة. يا الله. إيه ما لها ريش ولا تقدر تروح على شيء. شوف صادفنا أولاده. يا سبحان الله العظيم، صادفنا أولاده. ولادة نحل. أول مرة شوف أولاده. بعوض ولادة نحل مولودة جديدة. ها يقول جيتنا بركة. عملية طبيعية ولا أولاد طبيعية ولا قيصرية؟ طبيعية. أبو محمد هذا كل هالمغلق بيض الملكة. بيض الملكة نعم. طيب من اللي يغلقه وهو يشتغل عليه؟ كلها النحل عجيب. الخدم عجيب. الله الخدم والخادمات والعاملات داخل. الملكة بس تبيض. وهذه بعد جديدة هذا تطلع. طيب محمد أنا سمعت معلومة غريبة، يقولون قبل الملكة قبل ما تبيض لازم تلقح. صحيح. عملية تلقحها يقولون غريبة. يقولون إنها تطير فوق بالسماء ويلحقونها الذكور ولا يوصلها إلا أقوى ذكر وأطيب ذكر. نعم. ثم إذا وصلها لقحها فوق وذبحته. تقتل كل من وراها تقتله. ليش؟ وترجع للخلية لوحدها من الأنف أبو العزة. يا الله. طيب هو وش مشكيه ضعيف يلحقه ويموت؟ ورا ما خلصوا هنا جنب خلق الله، ما نقول الا فيه كل خير. ولله في خلقه شؤون. ولا ليش ما خلصوا طيب هنا؟ شو اللي يروحون في السماء فوق؟ عندنا كله ملقح جاء. انتم يجي ملقح. انا مع النحل علي الحرام الملكة انها تجيني ما تطير في السماء. اسمه تختيم العسل. هذا اذا ختم العسل كامل على كامل البرواز معناه ان العسل ناضج جاهز للاكل وللاستشفاء. بعد الله عن مراحل النحل عندنا طال عمرك اللي هو الانتاج الخلايا البلدي، مكلفة ومتعبة وفي نفس الوقت حظك نصيبك. هذا انتاج هذا بلدي كله بلدي. هذا السدر الله من الاشجار هذه الله والروضة الله يطرح فيها البركة. والحين ادوقكم اياها، خليك تاخذ شيء فريش من الحين. يلا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. روحي وما ملكت يدي وهل أحب سواه. أبو محمد أنا منتجات أول مرة أشوف وأدري أنها تخص العسل، شكل ما هي موجودة اللي عندكم. نعم. فريق النحل. نعم. أوريكم إياها الحين، غريبة والله. زادنا على هذا عجبني ما شاء الله الترتيب عندكم، البوكس، التنظيم، مشتغلين بأدق التفاصيل ما شاء الله عليكم. هنا الفروع، كم فرع عندكم أبو محمد؟ تتابع الريق النحل 12 فرع، تم اندماج فضل ونعمة أنهار العسل ريق النحل فأصبحت شركة واحدة، فأصبح 17 فرع ما شاء الله. 17 فرع طال عمرك الآن موجود، وزودا عليها بحط لكم رابط المتجر الإلكتروني. الجماعة مقدمين عروض بخصوص اليوم الوطني، إن شاء الله أنكم أول مرة تصير في المؤسستين هالعروض، أقل شيء نقدمه للوطن. ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله أنكم تستفيدون من العروض والشغل بيعجبكم. خلوني أوريكم على بركة الله. الله يحييك. يقول طال عمرك الريق النحل عندهم منتجات غريبة. هذا العسل معروف، لكن شوفوا الزود عندهم. هذا صابون بالعسل طبعا له فوائده. هذا شامبو بالعسل تروش به طبعا له فوائده. هنا خل العسل هذا بس عندكم انتم. عندنا فقط. تسمع خل التفاح بس هذا خل بالعسل. وهنا كريم بالعسل له فوائده. وهنا عكبر. هذا وش هذا فائدته طال عمرك. ابغى الناس تبحث وتعرف فوائد العكبر وتشوف النفع بعد الله سبحانه وتعالى. يستعمل كمضاد، لها ابحاث علميه، يبحثون يسالون بانفسهم، يبحثون ويشوفون فوائده بعد الله سبحانه وتعالى للانسان، مع العلم انه مذاب بزيوت البروبلين الطبيعيه. هو من فوائده
يستعمل كمضاد حيوي طبيعي. وابغى الناس تبحث. ما شاء الله ما شاء الله، هذا الأكبر. طيب خلونا الحين بالمهم اللي هو بنستفيد منه ونحرص عليه، اللي هو العروض. لأن مدتها كم مدتها أبو محمد؟ 3 أيام فقط. 3 أيام، وبتبدأ من اليوم وإن شاء الله بتستفيدون منها قبل ما تنتهي. مقدمين 12 عرض، بنزلها الآن لكم صور. كل ما جاز لك العرض ارفع الشاشة واطلب من متجرهم، أو إذا كنت أحد قريب من أحد الفروع تجيهم وتشوف العروض، وإن شاء الله بإذن الله أنها بتكون فرصة مناسبة لك وتستفيد منها بعروض اليوم الوطني. الانواع هذه كلها الباكيجات تجي طال عمرك نصين مع ربع، يعني مثلا هنا نص طلح بري ونص سمر وربع غابه سوداء، هنا طال عمرك ربع برسيم، ربع لبان عربي، وهنا نص كيلو زعتر. طيب وكل له فوائد. نعم. يعني بعض الناس يعرف فوائد الزعتر ويبحث عنها، فلذلك بيجي ياخذ عسل الزعتر. فمقدمين عروض عليها كلها ب 290 الباكيجات هذه. 290 ريال الباكيجات هذه كلها. انا بحط الان رابط الموقع، يدخلون الموقع يشوفون كل انواع العسل وانواع الباكيجات.